السلام عليكم، شلونكم يا ولد؟ عساكم طيبين. طبعا اليوم راح احكي لكم كم فقره بخصوص اللجوء. ناس دخلوا لي على الانستغرام، ناس سالوني علشان الدعوات، يعني اذا شخص منا يسوي لك دعوه وبعدين انت من تجي هنا تقدم لجوء، فراح اوضح لكم هالفكره لان اكو ناس ما فاهميها ووايد يسالون عليه، وراح احكي لكم بكم نقطه همات بخصوص اللجوء والتهريب حاليا. طبعا يا اخوان كثير ناس سألوني بالانستغرام على شغلة الدعوة الألمانية، مثلا يقولوا إذا اكو شخص قرايبنا هنا يسوي لنا دعوة لألمانيا وبعدها نقدم لجوء، وكنا نعرف انه الدعوة تطول 90 يوم بألمانيا. عيني هذا الشيء خطأ. أول شيء إذا دعوة أنت ما يصير تقدم لجوء. اثنين، لازم الشخص هنا يكون يشتغل وراتبه أكثر من 1500 ويساوي دعوة للأقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية أعتقد. زين، وأنت الشخص اللي تكون بالعراق أول شيء لازم يكون عندك أملاك ترهنها، تمام، لازم يكون عندك فلوس بالحساب البنكي علشان يسمحوا لك ينطوك الفيزا تجي، مو انه بس يسوي لك دعوة وانت على ضوء الدعوة تجي هنا وتدور تقدم لجوء، لا. واذا قدمت هنا لجوء او حاولت تهرب، الشخص اللي سوالك دعوة راح يتغرم وممكن ينسجن، المهم يتعاقب، لان هذا الشيء مو زين. فانت مو بسهولة تجي، يعني انا اكو عائلة هم تراسلوني يقول وحدة قرايبنا هنا تسوي لنا دعوة، احنا بالعراق نجي اني واطفالي وزوجي، وهذا الشيء خطأ وما يصير نهائيا يعني. فحاولوا تنسون هذا الشيء ولا تفكرون به ابدا. ما حد هنا يقدر يسوي دعوة بسهولة، بالاخص العراق وسوريا. لا تصور وانا امشي، لا نفرفركم شوية. هاي القهوة حلوة، نفرفركم شوية. تعال شوف هنا صوفي، شوف هنا الانتيكات، هاي صورتني بفيديو سابق بس كلش حلوة. هاي المدينة القديمة كلش حلوة. هاي كانوا يلعبون هيجي قبل. صوراي. شوف هاي اللعبة، هاي شنو مصنوعة؟ حديد، تنك. هذا القطار القديم ما اظن هذا السريع. طيب بيب بيب. سب. واكو شغله هماتي انا كلش مهمه، مثلا اذا انت كنت دكتور او صيدلي تقدر تقدم شهادتك للسفاره الالمانيه اللي بالعراق، بس لازم تكون عندك شهاده لغه المانيه، يعني تكون بي 1 او بي 2 بيانس او بي 5. ما حد شو اسمه مصطفى؟ معهد جوتا موجود هذا باربيل او بغداد. اي لازم تدخل لغه وتاخذ هاي الشهاده علشان تقول لهم انا عندي كفاءه مهندس او دكتور واريد اشتغل بالمانيا وعندي اللغه. يعني هم راح يكيفون على هذا الشيء علشان ما تجي هنا تتعبهم، يعني تدخل لغه من جديد وكذا، يعني لا انت تتعب ولا هم يتعبون، ففرصتك تصير افضل انه تجي الالماني. مو بس خريجين الجامعات، اكو خريجين المعاهد التمريض هم كذلك. وخريجين معاهد التمريض مثلا يريدوهم هنا يشتغل بدار العجزه بالمستشفيات، هنا كلش مطلوبين هذول، وحتى هنا الواحد يجي يقدر يدرسها كلش مطلوبه وراتبها زين يعني. بس هذا نزلت فيه. شنو هاي؟ ايش تتوقع شنو هاي؟ وبالنسبة اللي يريد يسوي لم شمل، يعني مثلا اكو واحد قال لي انا متزوج اريد اجي هنا بوحدي بعدين اسوي لم شمل عائلتي، وانا هذا حاكي الشيء، يعني هذا الشيء حاكي بفيديو وما شاء الله السب والشتم صار علي مو طبيعي. اول شيء اذا تجي هنا وتسوي لم شمل، اول شيء ردك اقامه، الاقامه سنه سنتين ثلاثه يلا تاخذها، اذا اخذتها هنا ما ينطوني قايم، لان بعد ما يصدقون الناس قبل كانت تيجي يقول اني مهدد وكذا وكذا، تمام. احكي لكم اياها من الاخير. بعدين شو يسوي هذا؟ يقدم عوده، فيسالوه يقولوا له انت غير قلت اني مهدد وهاي شلون؟ قال لا انا اضحك عليكم وهاي بس ردت اقامه. زين، هاي قامت تتعم على الناس البقيه، يعني يجي شخص الكيس مالته حقيقي ومهدد وهاي وما ينطوي اقامه، بسبب منه؟ بسبب ذول الاشخاص، البعض منهم اللي رجع اللي قام يحكي هيجي. زين، فانت من تجي هنا بوحدك ما راح تقدر تسوي لهم شمل لاهلك، راح تبهدل مرتك واطفالك بالعراق. زين لو لا والله العظيم، يعني اول سنه نهائيا ما تقدر تسوي شيء، بس قاعد بالكم، راتب ماكو، ينطوك اكل وشرب اوكي. ثاني سنه ممكن ينقلوك المكان ينطوك 320 يورو مال اكل وشرب، بس ما تسوي لهم شمل. وثاني شيء لما الشمل لازم تكون عندك ورا الاقامه شغل، تمام، وشغل فوق ال 1500 يورو، ويكون عندك شقه اكثر من 3 غرفه، يعني موفي كل هاي المتطلبات، وتقدم على لم شمل، ولو ينطوك موافقه لو رفضوا اللم شمل همتين يطول سنه. يعني انت بهذا الشيء كله ممكن 5 سنين 6 يلا تجيب عائلتك اذا اخذت اقامه. فلا تروحون بالحكي، والله العظيم هدوا شويه، فكروا باوروبا زين، فكروا بالايجابيات والسلبيات، فلا تتورطون، والله العلي العظيم ما تسوى.
عندك شغل ببلدك، عندك بيت، والقرآن بالقرآن ما تسوى، ولو يرجع بي الزمن حرام ب1000 دينار ما اجي. يا اخوان بالنسبة للناس اللي يريدون يجون هنا، وكثير ناس دا يسألون اول شيء دا يقولوا لي زين انت ليش ما ترجع؟ من اكون ما احمد ما يعني ما انصح الناس يجون، يقول انت ليش ما ترجع؟ احنا ليش ما نرجع؟ احنا تأقلمنا هنا، يعني ما نقدر نبدي من الصفر. يعني انا جيت هنا عمري 19 سنة، هاي وحدة. اثنين يا عمري يا حبيبي، قبل لا تفكر تجي فكر شنو هدفك، ليش تريد تجي؟ مو بس انه ها العراق والله ما بي شغل كذا اريد اطلع، لا، شوف شنو ايجابيات وسلبيات المانيا، شوف انت راح تتأقلم هنا او لا. يعني انت راح يكون وراك زواج، تكون عائلة هنا، صعب تتزوج، وثاني شيء صعب تجيب وحدة من العراق بدك تتزوجها، زين؟ فلازم هم تستفسر من ناحية الشغل متعب او لا. من ناحية الراتب انت مو تشوف الراتب مثلا 14 ورقة اوكي 14 ورقة راتبي، لا، 14 ورقة راح تدفع منها 600 ايجار وكهرباء 50، تدفئة 90 من عدا الانترنت والشغلات الثانوية ومصرفك. هاي الشيء لازم كله تتعلم عنه، اخذ فكرة ببالك. احنا اجينا ب 2015 بدون فكرة بدون كل شيء، اوكي شيل غراضك امشي يلا نروح تهريب المانيا اوروبا. والله العظيم احنا هنا دا ننصح، دا نقول لك انت اوكي تعال تريد تجي تعال، مالنا علاقة، بس أول شيء أنت ما راح تجي ب$700 وب800 راح تجي 8000 7000 9000 ومخاطرة، وظل شهر شهرين طريق. لازم تفكر، لازم تشوف شنو هنا شغلات اللي تفيدك، شنو الشغلات اللي ما تفيدك. ترى اكو جانب مظلم، اكو سلبيات كثيرة، من هالجو، من هالشغل، من هالكآبة، ما ينطق حتى إقامة. والقرآن الشريف اكو شخص دز لي صورة، واحد بالماني قال انا ناطيني اقامه 3 سنين بعد شهرين جاي، دز لي صورة الاقامه، دز لي اياها اصلا الاقامه مال غير شخص، ومو اقامه يعني مال لاجئين، اقامه ثانيه يعني هويه المانيه، وشخص اسمه ماثيوس، والله العظيم لحد الان اتذكر، وذاك الشخص اسمه عباس ما اعرف شنو، والله العظيم يعني حتى بهاي يضحكون على الناس، ليش ما ادري. ومع العلم خطيه شخص بالعراق وتحمس واريد اجي ينطوني اقامه 3 سنوات، وهماتينا اكو ناس تجي يقضوها بس يفتحون بثوث مباشرة بالمدينة ويصورون البنات ومش فيهمكم كفاية، ودا اشوفهم باليوتيوب انا يعني شوف الناس على شنو جايين، بعدهم ما شافوا المصايب والضغوطات اللي راح تصير عليهم. بما انه خلصنا انا ما اريد اطول بالحكي هواية مال اللجوء، لان حكي هواية وما يخلص، فبين فترة وفترة اسوي فيديو على حسب اسئلتكم اللي تجينا على الانستغرام. فبما انه خلصنا خلي اشوف لكم شوية هاي المدينة الانتيكة القديمة التراثية الفخمة. واو هاي المدينة الأثرية، تعال صف تعال. اوه شوف هذا المكان، واو هالمكان كلش حلو. من هو ضوقه؟ لا دير بالك انت ما تشاق، هذا مو حقيقي. واو هاي صدق كانوا الناس عايشين هيجي بالقرآن. وهاي الشموع، شوف هذا المنظر ايش قد حلو يونس. وهاي المبخرة مدخنة، واو احنا كاتلنا البرد، هسه نشوف مدخنة قبل نربد يمها. والله العظيم ما تصورون البرد شلون كاتلنا. شوف هاي الشغلات يا اخي، والله صدق مدينة حلوة، تحسها صدق دافية بحيث من فتنة متنا برد. واو هذا شنو؟ اكثر شيء يضوج بالمانيا هنا الجو، يعني احنا طلعنا دا نصور سوق الاحد ودا اصور لكم هذا الفيديو، لازم برنامج الطقس ونشوف شو وقت تطلع الشمس. من الشهر التاسع الى هاي اللحظه طالعه 3 ايام شمس او 4 ايام، والله العظيم الجو على طول الوقت مغيم. واكو ناس يقولون احنا نحب هذا الجو مغيم ما اعرف شنو، تعال هنا الحجيجه لازم نوخر، تعال هنا يومين تكرهه، اسبوع تكرهه، شهر تكرهه، كله كئيب يعني كله مطر ثلوج يدمر، والله العظيم ألف شمس وشمس ولا هذا الجو. كثير ناس هنا يعني داخلين حالة اكتئاب بسبب هذا الجو المزعج، شنو ربه والله. والله لا شغل، يلا شغل حلوة هيجي، يعني انا اكون احكي هيجي تمام هيجي وانا اقوم احكي يلا 1 2 3 1 2 3. هسه البروفة حلوة مو تمام، خلينا نشوف الورايا مظلل حلو تمام احكي. لا هسه الورايا حلو، سويت بروفة